السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله فيديو سريع نتعلم فيه مع بعض ازاي نعمل وردة صغيرة، ورقة شجر كمان صغيرة وعادية خالص، عشان نزين بيهم اي حاجة احنا حابين نزينها، او زي ما شفتوا الجوانتي في الفيديو اللي فات. فده كده يعتبر فيديو تكميلي عشان نعمل الورد وورقة الشجر. اول حاجة بعملها عشان اعمل وردة صغيرة، بعمل دائرة سحرية بثبتها بغرزة سلسلة، وبعد كده بدخل اعمل 5 بتلات. بعملهم ازاي؟ ببدأ بغرزة قصيرة، يعني غرزة حشو، بعديها غرزة نص عمود، بعديها غرزة عمود بلفة، بعديها غرزة نص عمود مرة تانية، وبعدين ننتهي بغرزة حشو، واعيد الكلام ده 5 مرات كمان. ممكن بين كل بتلة وبتلة ادخل قبل ما ابدا اعمل غرزة الحشو اللي بعد كده اعمل غرزة منزلقة. كده البتلة بتاعتنا الاولى خلصت. طبعا هي مش مشدودة تماما عشان انا لسه فاتحة الدايرة وبشتغل جواها. لما هنشد الخيط في الاخر هيبان الشكل النهائي. فبكرر الكلام ده: حشو، نص عمود، عمود بلفة، نص عمود، حشو، منزلقة، ونقفل البتلة بتاعتنا ونرجع نبدأ واحدة بعدها بنفس الطريقة. زي ما قلت لكم بننهي كل واحدة بغرزة منزلقة جوه الدايرة بتاعتنا. فانا هخلص 3 كمان بتلات وارجع لكم ونشد الخيط مع بعض ونشوف شكلها هيكون ازاي، ونبدأ نشوف كمان الوردة الاكبر هنعملها ازاي. طيب خلاص، انا كده انتهيت من ال5 بتلات عندنا. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هشد الفتلة بتاعة الدايرة السحرية بداية الشغل كويس جدا. وطول ما انا بشتغل عشان ادي لنفسي مساحة بفضل ازق في الغرز اللي انا خلصتها عشان اقدر اشتغل الجديد. تمام. بنقص الخيط وبنقفل شغلنا. حابين تخيطوها بالفتلة دي بتسيبوا يعني خيط زيادة شوية. لو حابين تلزقوها بمسدس الشمع فانتوا بتقصوا الخيط على مسافة قريبة وتشبكوهم في بعض، تعقدوهم في بعض الفتلتين دول، وتبدأوا ان انتوا تلزقوها بالشمع بطريقة بسيطة جدا. دي كده تعتبر الوردة الأولى بتاعتنا، شكلها ظريف وصغنون اهو. دي الصغيرة. تمام. هنعمل واحدة كمان بتبقى نفس الفكرة في الدور التاني. الدور الأول هو اللي بيختلف عشان أنا بكون دور زيادة باللون الأبيض. هعمل برضو دايرة سحرية. خلونا نشوفها ازاي تاني بنعملها. ده بشويش كنا بنجيب الخيط كده ناحية الشمال ونلف، بنعمل اكس قدام ونلف الخيط ونسحب الخيط اللي ورا تحت اللي قدام ونرتفع كده بيه من خلال الدايرة ونثبته بغرزة سلسلة. هعمل ايه جوه الدايرة دي؟ هعمل سلسلة كمان واعتبر السلسلة الاولى دي غرزة حشو اولى، وبعد كده هعمل غرزة حشو، وبعد كده سلسلة، وبعد كده غرزة حشو، وبعدين سلسلة. الكلام ده كرره 5 مرات عشان اكون عندي 5 فراغات من السلاسل اللي هشتغل عليها البتلات بتاعتي. فانا كده اهو اول غرزة السلسلة، الحشو التانية، السلسلة اللي وراها، الحشو التالتة والسلسلة، والحشو الرابعة والسلسلة، وادي الحشو الخامسة والسلسلة بتاعتنا. ونقفل بمنزلقة جوه او لا، خلونا مش نقفل منزلقة، نشد الخيط بتاعنا وندخل نقفل فين؟ في اول غرزة سلسلة عندنا خالص اللي احنا قلنا عليها تكون اول حشو عندنا. تمام. وبعدين هدخل في اول فراغ عندي وابدأ اسحب اللون اللي انا هشتغل بيه البتلات، وهشتغل البتلات بنفس الطريقة. فانا هشتغلهم لوحدي بس بوريكم ازاي بندخل الخيط من خلال الفراغ عندنا ونعمل ونثبته كده
ونبدأ نشتغل نفس الخمس غرز بنفس الترتيب، يعني حشو، نص عمود، عمود بلفة، برتفع وبرجع انزل تاني، وبعدين نص عمود مرة كمان، وبعدين واحدة حشو، وكده تكون خلصت البتلة بتاعتنا. هكرر زي ما قلت لكم الكلام ده عشان اعمل الخمس بتلات وارجع لكم عشان اوريكم شكل الوردة بتاعتنا تكون ازاي. طيب كده خلصنا شغلنا، خلصنا الخمس بتلات ونهينا زي ما ابتدينا بغرزة منزلقة في الفراغ الاول عشان يتصلوا ببعض، وقصينا الخيط وسحبنا الفتلة بتاعتنا، وبرضو قصينا الخيوط على مسافة قريبة بما اننا هنلزقهم بمسدس الشمع. طيب دي كده كانت الورود. نعمل ورقة الشجر سريعا. ورقة الشجر برضو نفس الفكرة، هنبتدي بدائرة سحرية وهنعمل فيها كل الشغل بتاعنا، وبعدين نرجع نقفلها بان احنا نشد الخيط بتاعنا. هرتفع 3 سلاسل، وبعدين هعمل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 عمود بلفة، بلف الخيط مرة واحدة وادخل اجيب الخيط واطلع، بعدين اعدي من خلال حلقتين، وبعدين اعدي من خلال حلقتين. بلف الخيط مرتين عشان اعمل عمود بلفتين، واجيب الخيط، بيبقوا 4 حلقات. والغرزة دي بنعملها على 3 خطوات، بعدي من 2 بعدي من 2 بعدين بعدي من 2. تاني مرة هعمل عمود بلفتين، اعدي من 2 اعدي من 2 اعدي من 2، واخر عمود بلفتين في الجهة دي. اعمل نفس الخطوات واخلص الغرزة بتاعتنا. بعد كده هعمل غرزة بيكو، برتفع 3 سلاسل وادخل هنا تحت مكان ما ببدأ 3 سلاسل في الحلقتين العموديتين دول، واسحب الخيط واسحب من على الإبرة مباشرة، وارجع اكرر الناحية التانية نفس اللي عملته بالعكس. 3 الاول بلفتين، وبعدين 3 بلفة واحدة. هعمل معاكم بس اول غرزة وارجع لكم في اخر ورقة الشجر عشان نقفلها مع بعض. نشوف هنقفلها ازاي. نفس الفكرة، هعمل زي مراية، فهشتغل الناحية التانية زي ما اشتغلت هنا، 3 عمود بلفتين بعدين 3 عمود بلفة، وارجع لكم. طيب خلاص انا كده خلصت العواميد بتاعتي كاملة، وانتهيت ب3 سلاسل عشان يبقى زي البداية. ما ابتديت ب3 سلاسل، ادخل في نفس الحلقة اعمل غرزة منزلقة زي البداية تماما ما ابتدينا. كان في 3 سلاسل في الاول، فدول كمان مقابلين ليهم. بعدين هشد الخيط بتاعنا بتاع الدايرة السحرية، وكده تكون اتكونت عندنا ورقة الشجر. ان شاء الله تكون سهلة عليكم. وهنقص الخيوط بتاعتنا برضو على مسافة قريبة، لان كل القطعة دي بلزقها مش بخيطها لتوفير الوقت. ودي شكل الورقة بتاعتنا. طبعا الورق ده بيدي شكل للورد احلى بكتير من ما يكون الوردة لوحدها من غير ورق الشجر. بيدوا فعلا شكل حلو قوي ومميز، فبيكونوا كده بنحطهم جنب بعض. وانا طبعا هعمل ورقة كمان عشان اكمل تكملة المجموعة اللي هزين بيها. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. هحط لكم الفيديو ده مع الجوانتي ان شاء الله، هتلاقوه في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.